بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل وصباح الجمال، ويومكم النهاردة السبت يوم جميل، هدية من عند ربنا. بكرة إن شاء الله في بطولة ألمانية هتكون مشترك فيها بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. هنتكلم عن محتوى جميل النهاردة. ما هو مقياس النجاح في الحياة من وجهة نظرك أنت؟ أنا هتكلم من وجهة نظري أنا. ليس النجاح الحقيقي أن يصفق لك الناس، ولا أن تجمع المال أو الشهرة أو المناصب، فالنجاحات الخارجية قد تخدع الإنسان أحيانا، بينما روحه من الداخل منهكة وضائعة للأسف الشديد. كتير كده يعني بعض الناس. إن مقياس النجاح الحقيقي في الحياة هو أن تعيش بصدق، وأن تنظر إلى نفسك بسلام دون خوف أو زيف. وأعظم إنجاز يمكن أن يحققه الإنسان هو أن يكون صادقا مع نفسه، متصالحا مع نفسه ومع روحه، لا يعيش بأقنعة ترضي الآخرين وبعض الناس كتير كده للأسف الشديد، وتطفي حقيقته الداخلية. فالإنسان الذي يعرف نفسه ويقبلها بيسعى لتطويرها بوعي ومحبة ووضوح ونية صادقة وقلب مفتوح. قد حقق انتصارا عظيما يفوق كل المكاسب المؤقتة. النجاح ليس لحظة وصول، بل رحلة طويلة من الاستمرار والانضباط والصبر. فالاستمرار يصنع القوة، والانضباط يبني الشخصية، والصبر بيمنح الإنسان القدرة على تجاوز العواصف دون أن ينكسر. والامتنان من أسرار النجاح العميقة. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله رب العالمين. لأن القلب الممتن يرى النعم حتى في الأيام الصعبة، ويتعلم أن كل خطوة صغيرة هي هدية تقربه من نضجه وتحقيق رسالته. كما أن التخطيط السليم يحمي الإنسان من العشوائية. فالحياة التي بلا رؤية واضحة تصبح استنزاف للطاقة والوقت. أما الإنسان الواعي فهو يعرف أنه يريد إيه يا باشا؟ أن يصل، ويقسم طريقه بخطوات متزنة وصبورة. والتخيل الإبداعي يمنح الروح قدرة على رؤية الممكن قبل حدوثه. فكل إنجاز عظيم بدأ أولا بفكرة. كل شيء بدأ بفكرة. اللي اخترع الطيارة بفكرة، كل اللي اخترع شيء بفكرة، ثم بصورة داخل العقل، ثم بإيمان عميق بإمكانية التحقيق. الخيال الواعي ليس هروبا من الواقع، بل وسيلة لصناعة واقع أفضل. أما الاختيار الإبداعي فهو أن يختار الإنسان ما يشبه قيمته الحقيقية، لا ما يفرضها الخوف أو الضغط المجتمع أو التقليد الأعمى. فالإنسان الحر هو من يختار طريقه. يعني الإنسان الحر فعلا هو اللي بيختار طريقه وعارف هو عاوز إيه، لأنه بيعيش اللحظة بإيه؟ بوعي وحضور ومحبة وثقة، ويتحمل مسؤولية قراراته بشجاعة ونضج. النجاح الحقيقي ليس أن تصبح أفضل من الآخرين، بل أن تصبح أفضل من نسختك القديمة، وأن تنمو كل يوم في وعيك وأخلاقك ورحمة قلبك. وفي النهاية أجمل نجاح في الحياة اللي أنت تنام كده يا باشا زي الطفل الصغير كده وقلبك مطمئن، لأنك كنت صادق مع نفسك ومتصالح مع نفسك ونافعا وثابتا على قيمك، وسائر في طريق يشبه روحك الحقيقي. لأن معظم الناس للأسف الشديد عايشة ومش عايشة، عايشين بتفكير أرضي مادي، مش علوي معنوي. فعيش عشان المعنى. يا جماعة اسمعوا الكلام اللي أنا بقوله. أنا بقول كلام من قلبي وعايشه وحسه، ماشي؟ مش كلام واحد نقله أو دارس أو مختص، مع احترامي، لا. في ناس دارسة وما شاء الله بتطبق اللي بتقول. أهم حاجة نطبق اللي أنت بتقراه. أنا قريت كتب وخدت شهادات، كويس جدا. طب ورينا على أرض الواقع. مفيش. تعبانين قرفانين. أمال اللي بتقرا ليه وبتتعلم ليه؟ فأنا بتعلم وبقرا عشان أنا أفهم، مش أحفظ. أفهم اللي أنا بقراه وأطبقه على أرض الواقع على نفسي، وبعدين أقعد أتكلم. مش كده ولا إيه؟ فأنا بتكلم بتجربة شخصية قدامكم حقيقية على أرض الواقع. أنا مش دكتور ولا مختص ولا دارس كذا، ولا أنا طالع أقول لك تجربة شخصية. واسألني لما بعمل لايف، أتحدى أي دكتور أو أي عالم يخش لي. كلام واضح يعني. فحلو إن أنت تعتني بنفسك وتعيش اللحظة بوعي وبحضور، ماشي؟ وأنت تعرف نفسك وتفهم نفسك وتحاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
إن الله لغير ما بقوم حتى لو نفسه. فالنجاح من وجهة نظري اللي أنت صحتك تبقى حلوة، تبقى مرتاح البال، تمام، تبقى صادق مع نفسك ومتصالح مع نفسك، مش فلوس وشهادات وشهرة وأنا معايا ومعايا وفي الآخر تعبان نفسيا. فوقوا بقى من اللي أنتوا فيه، فوقوا يا بشر من اللي أنتوا فيه. خليك صادق مع نفسك وتذكر يا بني آدم إن أنت هتموت وربنا هيجي يحاسبك في يوم من الأيام. هتموت هتموت هتموت، ماشي؟ ففوق، عيش كل يوم النهارده السبت أكن أول يوم في حياتك وآخر يوم في حياتك وآخر يوم في حياتك. تذكر يا بني آدم إنك هتموت. واللي قاعدين يعيشوا بقى في الكذب والخداع شيلوا الأقنعة دي وعيش بطبيعتك. عيش بطبيعتك وعيش اللحظة بوعي وبحضور. الشجاعة فعلا اللي انت تكون صادق مع نفسك، متصالح مع نفسك، بتحاسب نفسك. السلام عليكم ورحمة الله.